يا رب هات العواقب سليمة يا رب، هات العواقب سليمة يا رب. ايه يا ماما؟ ايه يا بنتي عملتي ايه؟ اخوكي نزل من السفر فعلا؟ انا اتاكدت ان هو نزل، اتصلت بيه كتير قوي واتاكدت، بس ما اعرفش راح فين ولا بايت عند مين. نهار اسود، ربنا يجيب العواقب سليمة يا بنتي، ان شاء الله خير ان شاء الله. نفتح. شكو، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انتوا لسه قاعدين؟ انتوا ما شفتوش ليه؟ نمشي نروح فين؟ ده بيتنا زي ما هو بيتك بالظبط، واحنا دافعين فيه فلوس زينا زيك. وبعدين شويه الفكه اللي انت دافعهم دول، هي دي فلوس؟ هتطلع بالذوق ولا اطلعكم بالعافيه؟ اخرتها بعد كل اللي انا عملته لك يا ابن بابا جاي تطردنا انا واختك من بيتنا؟ عشان ايه كل ده؟ عشان خاطر مراتك ونسايبك؟ جاي تكرش اهلك يا واطي يا زباله؟ يا خساره تربيتي فيك، يا خساره تعبي فيك وشقايا. انا اتمرمطت عشانك وفي الاخر عايز تكرشني انا واختك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين، قلبي وربي غضبانين عنك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، منك لله. بقول لك ايه، فكك من الشغل الصعبانيات ده، اطلعي بره يما. بعمل كل ده عشان خاطر مراتي والنسايب، وما تجيبيش بقى ايه سيرتهم على لسانك كتير. يلا اطلعي بره بقى. انا مش طالعه من بيتي ولو على جثتي. انت فاكر ان انت هتيجي كده تقول لي انا واختك نطلع بره وانا هطلع واسيب الاغراب يجوا يقعدوا في مالي؟ انا دافعه فيها زي ما انت دافع فيها، وانت من النهارده غريب عني، ولا هديك جنيه واحد ولا هتطول مليم مني يا محمد. بقول لك ايه يما، مش هدخل على الجو العيال بتاعك ده. اطلعي بره زي ما قلت لك، بدل اقسم بالله هرميكي من على السلالم وارمي حاجاتك كلها في الشارع. خلاص يا ماما سيبك منه، تعالي نطلع من البيت ونسيبهوله يكش يشبع بيه. انت عمرك ما هتشوف الجنه ابدا، عمرك ما هتشوفها. يلا يا بنتي يلا نمشي، خلي مراته بقى ونسايبه ينفعوه. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. اتفضلوا انتوا تقرفوا. عمري ما كنت اتخيل ان ابن بطني يعمل معايا كده. كرشت انا واخته في الشارع، منك لله يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. اهدي يا ماما والنبي، ما تعمليش في نفسك كده، ربنا موجود والله ومش هينسانا، وهتشوفي هيعمل لك فيه ايه. هدي نفسك بس. عملتيها؟ لعبتي على ابني لحد ما خليتيه يكرشني من البيت يا سوسة. ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه، مش هيسامحك ابدا. قلبي ورب غضبان عنه، وهتشوفي ربنا هيعمل فيك ايه. انت جايه تحاسبيني عليا يا ست انت قدام بيتي؟ يلا يا ماما خدي بنتك دي وامشي من هنا، لحسن اقسم بالله لو طلعت لقيتكم انتوا الاثنين قاعدين انا هروح لكم الشرطه. ايه ده؟ هو انتوا في حاجة معاكوا ولا ايه؟ انت قاعدة كده يا خالة ام محمد؟ انا في مصيبة يا ابني. محمد ابني نزل من السفر وطردنا من البيت وبهدلنا وكرشنا انا واخته في الشارع، واخته على وش جواز. كل ده علشان خاطر مراته ونسايبه. انا مش عارفة اروح فين ولا اجيب منين. محمد ابنك يعمل كده؟ هو ابني عمل فينا كده، مش عارفين نعمل ايه. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينتقم منه، بكره يجيبوا عيل يعمل فيه اللي هو عمله فيه. متقلقش عليه بس يا خالتي. لا بدعي وقلبي محروم. طب تعالوا خشوا معايا، اقعدوا معايا جوه، تعالوا وانا اخدكم عندي في البيت اضيفكم واللي انتوا عايزينه كله انا هعمله عشان. لا يا ابني مش عايزين نتقل عليه. ولا تقل ولا حاجة يا خالة ام محمد، في ايه؟ ده احنا جيران. ما تقوليش يا ام محمد، انا محمد ابني مات خلاص، انا ما عنديش محمد، انا اسمي مفاد. ربنا يخليها لي بنتي حبيبتي. الله يخليها لي. طب بس قومي معايا، تعالي قومي. سند امك يا فاتن وهاتها وتعالي. عملت لك كل اللي انت عايزاه، طردتهم لك بره البيت اهو. اي حاجه هتعوزيها انا اجيبها لك، اللي عندي قبل اللي عندي. اه والله ده كان هم ونزاح، وهينزاح اكتر لو انت كمان خدت بعضك وطلعت بره عشان خلعتك يا شيكو. خلعت ايه؟ خلعتك. خلعت مين يا بنتي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ خلعتك انت، ولو ما مشيتش دلوقتي جوزي هيجي يطردك بره. خلعتيني بعد اللي عملت كل ده عشانك، وفي الاخر تقولي لي انا خلعتك محدش وجوزك جاي.
ما حدش قال لك ترمي اهلك في الشارع، وبعدين اللي خلاك ترمي اهلك هترميني انا كمان. ويلا بره بقى عشان بقول لك خلعتك اصلا، ولا اروح اجيب لك الورق. طب اقول لك على حاجه، عدد طلابي الثلاثه ما انا متحرك من البيت وانا قاعد اهو. طلاق مين يا ابو طلاق؟ خد بعضك وامشي احسن لك. ماشي، وانا مش هسيب حقك وراجع لك تاني.